ان انا خرجتوك بره البتاع، بس دي عينيا لمحت الموضوع. بص المدرج ورا امير عامل ازاي في واضح ان النادي المصري كان بيلعب للفوز وتحقق له ما اراد في الحقيقه. وشفت تسديده يعني جميله. في الحقيقه ده احمد مجدي ده ولا مين ده؟ واضح ان احمد مجدي لانها بالشمال. لانها بالشمال. وده محمود عبد الحكيم اللي رفع وادي يعني هجوم متواصل من النادي المصري. واضح ان هناك المقصه فرقه كويسه قوي جدا يعني, يعني لحد دلوقتي في حاله الدفاع. يعني لحد دلوقتي بالنسبه للهايلايتس ده محمود عبد الحكيم برضه في حاله دفاع. والهدف يجي في الدقيقه 82. ده اصرار لاعب المصري بقى على تحقيق الفوز. وبعدين الاداء فيه سرعه واضح قوي، وفي نقله بين الدفاع والهجوم، بياخدوا من ورا ويبتدوا. في نجوميه لحارس مرمى المقصه، يعني عامل حارس مرمى المقصه. يعني لو احنا نجم المباراه اكيد يبقى حارس مرمى المقصه، لان حتى الان فعلا شايل اجوان كتيره جدا جدا. ده كده الشوط الاول انتهى. اهداف كثيره جدا ضيعه. دي المقصه واضح بدات تفوق طبعا. حارس المقصه مصطفى كمال. مصطفى كمال. نعم. تصدق انا بدور في ورقه بدات تفوق اهي المقصه. وبدانا نشوف هجوم ليها برضه المصري. وادي محمود عبد الحكيم وادي مصطفى كمال. لا مصطفى كمال عمل ماتش رائع. انا كنت بحكي لك عليه. لا هجمات الحقيقه متتاليه للمصري فعلا. احنا ما شفناش فعلا اللقطات دي خالص. كويس فعلا. برافو. ده الهدف رائع. ياه في الدقيقه 82. وقت قاتل من المباراه. ومحمد علي خليفه ده اسم جديد بالنسبه لنا ولا اعتقد ولا متواجد دائما؟ ده محمد خليفه اللي هو بيلعب على طول. محمد خليفه. بس علي محمد علي هم بيقولوا له محمد خليفه. محمد خليفه بيلعب. محمد خليفه. انا قلت حد تاني غير محمد خليفه. لا وعندهم الحقيقه لاعب برضه رائع ان شاء الله يرجع. وتابعها حلو قوي يا كابتن متى. بص جاي من ورا لقدام ومتابعها قوي. وخطأ دفاعي. يعني لو المدافع ده كان لازم ما هو ماسكه المفروض انه كان يرجع معاه بالظبط. يعني كسل ثواني كلفته هدف. لكن حاول بقى المقصه هو بقى يضغط تاني. والمصري اكيد انكمش صحيح عشان يدافع، لكن ما قدرش فريق مصر المقصه في الحقيقه. لكن المصري خطر جدا. بقى فريق ممتع وممتع للمشاهده، والجمهور البورسعيدي بقى ممتع ان احنا نتفرج عليه وهو بيشجع. دي حقيقه. ولازم نذكر الكابتن مختار في الحقيقه اللي كون الفرقه دي. على فكره طرد الالان جايجر. طرد الالان جايجر. ده حماسي قوي. واضح ان هو لا ده الحكم الرابع اللي بيقول له عمل معايا ايه. اهو جايبه اهو. بيقول له مش انت طارق. بيقول له مش انت. بيقول له طب بتردني انا. هو على فكره برضه تعرض لنفس الامر مع شبيبه القبائل. هو عصبي شويه. عصبي شويه فعلا. طلعوا بره. خلي بالك السمعه ساعات بس احنا ما شفناهوش عمل ايه في الحقيقه. ما بانش بالنسبه لنا. يعني ما شفناهوش عمل ايه عشان من هو يبدو ان شوح في وش المساعد او حاجه زي كده. هو اللي كان في مطره في وش لا هو واضح ان الحكم الرابع قاعد بيرفض اي حد يشوح او يعمل. ممنوع انه يعبر. رشيم. مفيش مطر. لا يعني هو الحكم الرابع تدخله مش مفهوم. يعني ولا الراجل اتحرك في المنطقه ولا دخل ولا جت عليه الكاميرا. ما بلناش يا كابتن. ما بلناش. بس يعني انا مش عايز الحكم الرابع يعني يقف ضد انفعالات المدربين برضه. من دول بني ادمين ومن حقهم ينفعلوا يعني. لكن فرقه المقصه رجعت للمباراه مجدي بالدقيقه 82 للدقيقه 90 او 93. فرقه المقصه ال10 دقائق دول بتوعها تماما بالظبط. يعني حاولوا محاولات غير عاديه للتعادل. يعني. بص كلهم متواجدين في اللحظات. وبص فرقه المقصه عشان كده قلت لك حاولوا محاولات رائعه جدا، لكن انتهت المباراه في الدقيقه